مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم اينما كنتم بكل خير. نشرة الاخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتين، سهلها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يلتقي برئيس جمهورية الصين الشعبية. وزارة العدل ستعقد ندوة حول العدالة والتنمية والجيوسياسية في القرن الافريقي. إدارة إقليم القشبركة تقيم أنشطة النصف الأول من العام 2024. الإضراب العام يبدأ في إسرائيل ودعوات التظاهر في عشرات المواقع. إندونيسيا تستهدف صفقات ب 3.5 مليار دولار مع إفريقيا. ولا ناجين من تحطم مروحية على متنها 22 شخصا بأقصى شرق روسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى فخامة الرئيس إسياس أفورقي بنظيره الصيني الرئيس شي جين بينغ في القصر الجمهوري مساء اليوم لبحث الشؤون ذات الصلة بتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضح الرئيس السياسي أن العالم يوجد في مرحلة تغيرات مهمة يترقب فيها الشعب العالمي السلم والاستقرار بتفاؤل. وذكر بأن الصين أنجزت الكثير من عدة مجالات مما يؤهلها لتكون ذات اليد الأكبر والتأثير في إصلاح العالم. وعرب فخامته عن أمله على المشاركة والتعاون في خدمة مصالح الدول والشعوب عندما يبدأ هذا التأثير. وأكد الرئيس شي جين بدوره رغبته على تقوية العلاقة الثنائية نظرا للعلاقة القوية، شاكرا الرئيس السياسي على قبول دعوة المشاركة في قمة الشراكة الصينية الإفريقية. وشارك في اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا لدى الصين السفير سانغاي تسفاسيون. وعن الطرف الصيني شارك وزير الشؤون الخارجية السيد وانغ يو ووزير التجارة وانغ وينتاو ووزير التنمية الوطنية تو جينغ شانغ ووزير المالية السيد لان فوان، بالإضافة إلى سفير الصين لدى إريتريا السيد لي جيانغ. وصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأول من سبتمبر لحضور القمة التاسعة للشراكة الصينية الإفريقية التي تقام في الفترة ما بين 4 و8 من سبتمبر الجاري. ستعقد وزارة العدل ندوة حول العدالة والتنمية والجغرافيا السياسية في القرن الإفريقي في الفترة من 4 إلى 6 من سبتمبر في فندق أسمرا بالاس في أسمرا. وقالت وزيرة العدل فوزية هاشم للفضائية الإريترية إن البرنامج هو استمرار للمنتدى الذي عقد في أبريل الماضي لتبادل الخبرات والأفكار واستقاء المعرفة من الخبراء الذين لديهم المعرفة الجيدة بشأن الجغرافيات السياسية في القرن الأفريقي. يشارك في الندوة إريتريون وأجانب بالإضافة إلى قانونيين وعلماء الإنسان وعلماء الاجتماع والكتاب والباحثون في التاريخ والتنمية والاقتصاديين. ستركز الندوة التي تستمر 3 أيام على إريتريا من الضحية إلى الفاعل الرئيسي في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي، والفجوة الكبيرة في العلاقات الدولية وتأثيرها على منطقتنا، وتاريخ الديناميكيات الجيوسياسية في القرن الأفريقي وخارجه، والأرض والقوانين العرفية والتنمية في إفريقيا، وتحرير مفهوم التنمية والاتحاد في إفريقيا، وتقييم وإعادة تقييم عملية الاتحاد في إفريقيا، وبناء فهم مشترك بشأن الطاقة المشتركة من أجل التنمية. وكذلك ستقدم أوراق عمل حول تطور تكامل القدرات من أجل التنمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل. هذا وسبق أن عقدت وزارة العدل منتديات حول القانون وبناء الوطن والقانون والتنمية والقيم والعدالة. قيمت إدارة إقليم القشبركة في الاجتماع الذي عقدته في باروندي يومي 29 و30 من أغسطس المنصرم البرامج المنفذة في النصف الأول من السنة بالتعاون مع قوات الدفاع والجهات الحكومية، وبحث سبل توسيع الخدمات الإدارية والدفع ببرامج التنمية.
وقدمت في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الأقسام والفروع ومدراء المديريات وقادة الجيش وممثلو المجلس والجبهة والجهات الحكومية الأخرى، قدمت البرامج المنفذة في قطاعات الزراعة والأراضي والتنمية العمرانية والإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية والثقافة والرياضة والتجارة والصناعة وتحدياتها والدور الكبير لقوات الدفاع في التنفيذ. وأفاد الاجتماع أنه بالرغم من أن تنفيذ برامج الحفاظ على التربة والمياه لم يكن كما كان متوقعا، إلا أنه تم تنفيذ 65% من البرامج المخطط لها وزراعة مساحة أكثر من 272 ألف هكتار، وأوضاع جيدة للمواشي لنمو المراعي ووفرة مياه السدود والحفائر، ومساهمة كبيرة للمجتمع في تحسين جودة التعليم والخدمات الطبية. وقدم مدراء المديريات توضيحا مفصلا عن أنشطة تعزيز التأطير والخدمات الإدارية عامة والحفاظ على التربة والمياه ورعاية أسر الشهداء والفقراء والأنشطة الزراعية خاصة. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي إن التقييم سيوفر قوة دافعة لتنفيذ البرامج في النصف الثاني، ويحدد التدابير والجهود التي يتعين بذلها لمعالجة نقاط الضعف. وذكر زراعة 95% من المساحة المخطط لها، ويجب متابعة الأوضاع الزراعية في الحصاد استفادة من الأمطار المبشرة. ودعا السفير محمود على تصحيح القصور في تنفيذ برامج الحفاظ على التربة والمياه والحد من انتهاك مرسوم استخدامات الأراضي والدفع بتحصيل الضرائب وإعطاء الأولوية لبرامج الأمن والتنمية. وطرح المشاركون تعازيز التدابير للسيطرة على مرض الملاريا وحل مشاكل النقل العام وإصلاح الطرق والجسور المتضررة بسبب السيول، ونشر خبراء السلامة البيئية حول مواقع التعدين. جرت في أسمرة في 29 من أغسطس المنصرم حملة توعوية في إدارة مديرية وسط المدينة بتعاون وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ولجنة تأمين حقوق المرأة والطفل لمحاربة زواج القاصرات وختان الإناث. وأوضح السيد والدو كفلاي من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن ختان الإناث ظل يحدث الأضرار الصحية بالمرأة. وأشارت الممرضة الماز مسفن من وزارة الصحة إلى أن ختان الإناث ممنوع في البلاد بموجب المرسوم رقم 158 لعام 2007، ويجب رفع وعي المجتمع لمحاربة هذه العادة. وأهاب المواطنون لتوسيع حملات التوعية واستمراريتها. ناشد قائد الشرطة بالإقليم الجنوبي العقيد زميكيل تخلي المجتمع على العمل في الحفاظ وترسيخ القيم الإرثية النبيلة للحد من ظواهر الجرائم والمخالفات. وأوصى العقيد زميكيل في لقائه بسكان مديريتي دباروا وابن حيلي بالتحلي بالقيم والعادات المبنية على الاحترام المتبادل والسعي لحل المشاكل والخلافات سلميا عند حدوثها. وأضاف أنه قد سجلت 264 جريمة ومخالفة قانونية بالإضافة إلى 723 مخالفة مرورية في المديريتين في ال6 أشهر الماضية، موضحا أسبابها والخسائر الناجمة عنها. وأوضح العقيد زميكيل أن هدف الشرطة هو مكافحة الجرائم والمخالفات وتقديم الجنايات في حال حدوثها، وأن هذا لا ينجح إلا بتعاون المجتمع مع الشرطة في ضمان السلم والأمان في المجتمع. وذكر العقيد زميكيل في الختام الآباء بتحمل مسؤولية تربية وتوجيه أبنائهم والمجتمع على التكاتف في إنقاذ ومساعدة الأطراف المتضررة بسبب الحوادث التي تسببها الأمطار الغزيرة، وعلى المزارعين والرعاة توخى الحيطة والحذر في أنشطتهم الزراعية بهذا الصدد. وناشد المشاركون الجهات المختصة للتوسيع ومواصلة البرامج التوعوية الهادفة على توجيه المجتمع. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، بدأ الإضراب العام الذي دعت له أكبر منظمة نقابية في إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين بقطاع غزة.
ويتوقع أن يشل الإضراب معظم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، إذ حظيت الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة. ويعكس موقف الاتحاد الذي يضم بعد أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، يعكس نطاق الغضب العام من مقتل المحتجزين الستة ومن استمرار حكومة نتنياهو في وضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تبادل. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطار بن غوريون الدولي مغلق أمام حركة الطائرات المغادرة التزاما بالإضراب الذي أعلنته نقابة العمل في إسرائيل. ويأتي إضراب اليوم بعد أكبر مظاهرات عرفتها إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنديدا بتلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مما يفسح المجال أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. تستهدف إندونيسيا توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار مع أفريقيا وسط تصاعد النزاعات التجارية العالمية التي تدفعها للبحث عن أسواق جديدة خارج آسيا، بحسب ما ذكره مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى. وصرح نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري أن هذه الصفقات ستعلن خلال المنتدى الإندونيسي الأفريقي المنعقد حاليا في بالي والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الهدف الحالي لإندونيسيا يفوق بكثير الصفقات البالغ قيمتها 600 مليون دولار تقريبا، والتي وقعت خلال أول اجتماعات المنتدى في عام 2018. وأضاف أن بلاده تخطط لعقد اتفاقيات أخرى في مجالات الصحة والزراعة، مع التركيز على تعزيز صادراتها من اللقاحات والمنتجات الدوائية والغذائية إلى القارة الإفريقية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن فرق البحث لم تعثر على ناجين بين حطام طائرة مروحية روسية سقطت في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى الشرق وعلى متنها 22 شخصا. وكانت المروحية من طراز مي 8 قد أقلعت من قاعدة قرب بركان فاتشاكا تشيتس، وتعرضت كامتشاتكا التي تقع على بعد نحو 7100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، تعرضت لإعصار مطلع الأسبوع مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أدت عاصفة استوائية بهطول أمطار غزيرة في الفلبين لليوم الثاني تواليا، ما تسبب بفيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل منهم طفلة رضيعة. وكانت ناغا من أكثر المدن تأثرا بالعاصفة ياغي التي ضربت سواحلها، ما أدى لمقتل شخصين بينهما طفلة عمرها 9 أشهر قضت غرقا جراء ارتفاع منسوب مياه الفيضانات. وأفاد مسؤولون في ناغا التي يقطنها نحو 210,000 شخص بأن المياه لم تنحسر بعد بسبب ارتفاع المد، وأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في مخيمات الإجلاء. وأفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن العاصفة ياغي بلغت سياق 2 سواحل جزيرة لوزون مع رياح بسرعة 75 كيلومترا في الساعة. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي برئيس جمهورية الصين الشعبية. وزارة العدل ستعقد ندوة حول العدالة والتنمية والجيوسياسية في القرن الأفريقي.
إدارة إقليم القشبركة تقيم بأنشطة النصف الأول من العام 2024. الإضراب العام يبدأ في إسرائيل ودعوات التظاهر في عشرات المواقع. إندونيسيا تستهدف صفقات ب 3.5 مليار دولار مع إفريقيا. ولا ناجين من تحطم مروحية على متنها 22 شخصا بأقصى شرق روسيا. انتهت نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.